اهلا وسهلا بكم يا اصدقاء في فيديو جديد من تحدي الرسم باسلوب الاونلاين ارت او رسم الخط الواحد. وفي فيديو النهارده الكلمه اللي هنرسمها او الكلمه اللي هندور عليها ونرسمها هي كلمه كاب. تقدروا ترسموا بنفس الصور اللي انا بستخدمها او تقدروا ترسموا بصور من اختياركم، بس عموما كل الصور اللي انا بستخدمها في التحدي دوت وكل الالوان اللي بستخدمها هتلاقوها موجوده في البوست بتاع المدونه. كل تفاصيل التحدي وكل كمان المشاركات بتاعتكم اللي بتبعتوها لي هتلاقوها موجوده في البوست وكمان باساميكم. ودلوقتي بقى يلا بينا نبدا في تحدي النهارده. طبعا فتحت اول حاجه موقع بيكسلز.com، هو موقع مجاني للصور، واخترت الصوره ديت اللي هي صوره الكاب ديت وهعملها فري داونلود من هنا. بعد كده هفتح ادوبي الستريتور بالشكل دوت وهفتح الفولدر بتاعي وهسحب الصوره بتاعه الكاب ديت واحطها كده، اسيبها وارميها في ادوبي الستريتور. طبعا الصوره نزلت كبيره جدا لان الكواليتي بتاعها حلو جدا من على موقع بيكسلز. بعد كده هصغر الصوره بتاعتي وهحاول ان الكاب بتاعي يكون في النص بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهظبطها زي ما انا عايزاها. هضغط هنا دبل كليك كده وهسمي اللاير ديت كده كلمه ريفرنس او الحاجات المرجعيه اللي انا برجع لها، وهعمل لها لوك بالشكل دوت. بعدين هعمل لاير جديده، طبعا تنظيم الشغل مهم جدا. اللاير الجديده هسميها اوتلاينز او الخطوط يعني اللي انا برسمها، وطبعا سموا الاسامي اللي انتوا عايزينها. نيجي بقى للشغل المهم، هختار البرش تول بتاعتي الاختصار بتاعها بي. هبدأ ارسم هنا كده من تحت من الطبق بتاعي، وحابه ان انا اطلع فوق بعد كده على الكوبايه واعمل زي شكل دخان يكون طالع من الطبق، والدخان دوت هنعمل بيه شكل حلو جدا. هنزل بقى من تحت كده من القاعده بتاعه الطبق بتاعي، وبعد كده هطلع على الطبق نفسه، هلف كده حوالين الطبق، وبعدين هلاقي الفنجان دوت. هبدأ ان انا الف كده من تحت الفنجان واروح على اليمين عشان اكمل الطبق بتاعي دوت، وبعد كده هروح رايحه على الايد او الودن يعني بتاعت الفنجان ديت عشان ارسم الايد بالشكل دوت كده، والف بقى من حواليها. طبعا الايد ديت هتبقى زي خطين كده مع بعض دبل. بعد كده هطلع فوق عشان ارسم الفنجان نفسه، وانزل بقى تحت وبعدين الف لفة تانية، وبعدين ارسم دايرة كده. الدايرة دي هتكون عبارة عن المحتوى بتاع الفنجان نفسه. الحركة بقى هي بتاعت الدخان اللي طالع من الفنجان، انا حابة ان هو يكون على شكل قلب، حاسة ان دي حاجة يكون شكلها حلو كده وكيوت. هظبط طبعا القلب بتاعي طالع يعني سيء جدا، وحتى الماوس ايدي فلتت من عليه. هشيل كده الصورة بتاعتي، هشيلها بالعين ديت وارجع احطها تاني. هاخد بقى الاداة ديت عشان اكمل القلب بتاعي دوت واظبطه. مفيش اي مشكلة خالص لو ايدينا فلتت، نقدر ان احنا نكمل ونعدل على اللي احنا عملناه. وحاسة بقى ان القلب دوت هيكون شكله كيوت. طبعا هو في البداية شكله سيء جدا، يعني مش قلب مظبوط خالص، لكن احنا مفيش عندنا اي مشكلة خالص، هنظبطه. طبعا من الحاجات اللي بيبقى شكلها تحفة في الوان لاين ارت هي العقد او الخطوط المتداخلة او اللفة حوالين بعضها. فاي حاجة كده تزنقوا فيها او اي خطوط مش عارفين تودوها وتجيبوها منين، اعملوها كده زي عقدة او زي لفة او شبه حرف الاي كده بالمشبك. هقعد بقى طبعا اعدل في الخطوط بتاعة القلب ديت والخطوط بتاعة الدخان دوت. الفيديو طبعا اللي قدامكم دوت متسرع عشان الوقت بتاع الفيديو ما ياخدش وقت طويل، فانتوا طبعا خدوا وقتكم وانتوا بترسموا زي ما تحبوا. هنا اخترت السلكشن تول ديت اللي اختصارها A، وحددت الجزء دوت بتاع القلب وسحبته كده يمين شوية عشان القلب بتاعي يكون متوسطن فوق الفنجان. هقعد بقى اظبط في الخطوط بتاعه الدخان ديت، وهظبط كمان في الخطوط اللي حوالين الفنجان نفسه والمحتوى بتاع الفنجان، والصوره بتاعتي موجوده عادي خالص. هجرب بقى اعملها زجزاج وبعد كده هجرب اعملها عقد، بس هتلاحظوا ان الحلاوه دايما بتكون في البساطه، خصوصا لما بتكون الرسمه فيها حاجات كتيره. هنا انا زهقت اساسا وانا بظبط، وحسيت كده ان دماغي كده زي حصل لها بلوك، فقلت انزل بقى اظبط في القاعده بتاعه الفنجان والطبق بتاع الفنجان دوت، وبعد كده ابقى ارجع الشكل بتاع الدخان دوت تاني، عشان الواحد ساعات كده بيحس ان هو فصل ومش عارف يفكر ومش عارف يجمع اشكال حلوه. فعادي يعني برجع اعمل كده حاجه سهله، بعد كده ارجع للحاجه اللي هي بالنسبه لي صعبه اللي انا مش عارفه اظبطها. بظبط بقى في الفنجان نفسه، بظبط في الايد بتاعه الفنجان، وكذلك برضو كل حاجه بقى في الرسمه بتاعتي، الطبق، كل التفاصيل ديت بظبط الخطوط بتاعتها. اي نقط زياده بروح ضغط على النقطه اللي انا مش عايزاها وعامله ديليت. اي نقطه بتكون عندي مدببه او شكلها زي كورنر وعايزه احولها منحنى، بروح ضغط عليها دبل كليك تتحول لي من كورنر لمنحنى. لو العكس عايزه احولها لمنحنى بروح ضغط برضه دبل كليك تتحول لي من منحنى لكورنر، والعكس صحيح. هنا رجعت تاني للدخان بقى دوت عشان اظبطه، وهبدأ بقى اشد كده. قلت اخليه مثلا عريض شوية، لا انا اخليه ضيق شوية، زي ما انتم شايفين يعني قمة العشوائية عمالة اظبط فيها. وبعدين رجعت تاني برضو للفنجان، كل شوية برجع للفنجان وبعدين ارجع للدخان
هشيل بقى الصورة خالص واقعد بقى اعدل كده. عايزة الحاجات ديت تكون يعني شكلها مرن اكتر. زي ما انتم شايفين تحسوا الفنجان في حتت زوايا حادة وفي حتت مايلة. هجرب الزق الخطين دول كده في بعض، وبعد كده مش هيعجبوني هروح اقول لا وانا بعدهم عن بعض يكون افضل، شكلهم افضل. الحتة دي هي اللي انا بقول لكم عليها، ان لما تتزنقوا في حاجة اعملوها شكل عقدة، بيكون شكلها احلى بكتير من لما الخط يكون داخل. حتى بصوا الدخلة ديت كده انا لما اتعملت عقدة بقى شكلها احلى بكتير. هظبط برضو الطبق تاني وهظبط الفنجان نفسه. ما اتعام بقى من تظبيط الطبق وتظبيط الفنجان وتظبيط الاوتلاينز بتاعه الرسمه بتاعتي. بس على قد ما الموضوع يعني يبان لكم ان هو طويل، بس بالعكس يعني ممتع جدا وانا كنت بعمله يعني ومستمتعه قوي. قلت انا ليه ما عملتش التحدي دوت من زمان. هظبط العقده هوسعها وهضيقها لحد ما اوصل للشكل اللي يعجبني. هحاول ان الايد بتاعه الفنجان يكون شكلها كده منسجمه كده مع بعضها وشكلها افضل. هدخلها لجوه كده والفها، حاسه وهي لفه كده شكلها احلى وشكلها كده زي فانتازيا اكتر، لان الوان لاين ارت اصلا يعني مش لازم يكون حقيقي، هو وان لاين ارت يعني. ضغط السلكشن تول بالشكل دوت وهخلي الخط بتاعي يكون سميك اكتر. هزود الستروك بتاعي ومثلا هنا انا خليته 3 وهرجع اكمل تاني تظبيط في الرسمه بتاعتي. لقيت بعد كده ان الستروك دوت مش عاجبني احلى حاجه فخليته 2، لان الرسمه لما بيكون فيها تفاصيل قليله ساعتها ماشي اوكي زودوا الستروك، لكن لما يكون فيها تفاصيل كتيره ساعتها لا بقى لازم نقلل الستروك، وعشان الستروك اساسا ما يبقاش عامل زحمه مع التفاصيل الكتيره اللي موجوده جوه الرسمه. عملت لوك للاوتلاينز بتاعتي وبعد كده هعمل لاير جديده وهسميها كولرز. اللاير دي طبعا الفقره اللي انا اكتر فقره انا بحبها اللي هي فقره الالوان وهي فقره التلوين اللي بتدي للرسمه بتاعتي كده روح. حطيت الصورة بتاعتي تاني وخليتها عادي فيزيبل او مرئية، او شغلت العين اللي جنبها. هبدأ بقى ارسم. يا سلام، دي اكتر فقرة انا بحبها، الاجزاء بتاعت الالوان بتاعتي. طبعا اعتقد خلاص انتوا حفظتوا انا بعمل ايه. باجي عند كل جزء عايزاه يبقى فيه رسمة او لون وبختار له اللون بتاعه. هنا اخترت الاي دروبر تول واخترت ان اللون دوت يكون باللون الاحمر. الالوان دي مؤقتة لان انا هغيرها بعد كده. ممكن اكون حابة الالوان الرئيسية بتاعت الرسمة او الالوان يعني الرئيسية المستخدمة في الصورة فاستخدمها هي زي ما عملنا في التيوليب فلاور. ممكن ما ابقاش حابه خالص الالوان ديت، يعني هنا كل درجات الاحمر ديت بصراحه انا مش عايزه الونها بدرجات احمر ونبيتي. فبعد شويه هنختار مع بعض الوان تانية، وكل الالوان ديت هتلاقوها مذكوره في البوست بتاع المدونه. الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف، كل الاكواد وكل الحاجات اللي انتوا هتحتاجوها، حتى الصوره اللي انا مستخدماها برده ديت تقدروا تحملوها من الرابط اللي موجود تحت في صندوق الوصف. هقعد بقى اصغر الشكل بتاعي كده بالشكل دوت واظبطه بحيث ان ديت القاعده بتاعه الطبق بتاعي يكون شكلها حلو ويكون شكلها مظبوط اكتر. بعد كده هختار البراش تول تاني وارسم بقى رسمة تكون للطبق بتاعي، ودي هتكون مكان كده احطه فوق الطبقة بتاعه قاعدة طبق الفنجان. دي بقى هحطها كده فوق هنا. هخفي الصورة وهقعد برضو اظبط فيها زي ما انا عايزة بحيث ان شكلها يكون متناسق اكتر. هصغرها وهضيقها وهحاول ان انا اوسطنها. بعد كده هعمل هنا الطبقة بتاعه المشروب بتاعي. بعد كده بقى هنعمل الطبقة اللي هي بتمثل هنا المشروب بتاعنا وهنظبطها كده بحيث تكون متوسطنة جوه الفنجان. وبعد كده هنعمل اكتر حاجة انا متحمسة لها طبعا زي ما انتم شايفين القلب اللي انا برسمه يعني بيكون شكله بشع. فالحمد لله على نعمة الايديت وان احنا مش بنرسم يدويا. بظبط بقى القلب بتاعي بحيث احاول امشي على نفس الخطوط بتاعه الاوتلاين الاسود الاصلي بحيث القلب يعني يطلع شكله متناسق ومتظبط اكتر كده. هديله لون، هصغره شويه كده وهمطه وهطوله وهجيبه على شمال الاوتلاين شويه. طبعا لازم اقعد اعدل فيه 50,000 مره لحد ما ارضى عن الشكل بتاعه. وده كده الشكل النهائي بتاع القلب اللي انا توصلت اليه. بعد كده بقى هنيجي للطبقة بتاعة الفنجان نفسها. هنعمل برضو كده اوتلاين على شكل الفنجان نفسه او باث يعني على شكل الفنجان نفسه. اي نقط زيادة هنشيلها ونعمل ديليت. نحاول ان احنا ما نكترش نقط قوي عشان لازم النقط تكون قدام بعضها عشان الرسمة بتاعتنا ما تبقاش كده متبهدلة ومش حلوة ومش متناسقة. بعد كده فكرت ان انا اعمل طبقة الوان هنا كده عند الجزء بتاع ايد الفنجان، لكن الطبقة دي بصراحة انا بعد كده همسحها لان هي هتكون يعني مزودة الالوان قوي وهتكون مش عجباني وهتكون عاملة يعني واخده كده التناسق بتاع الرسمه وشايلاه وموديه في حته وحشه قوي. لان زي ما انتم شايفين كل الالوان او الرسمه بتاعتنا كلها الفنجان هي حاجات فوق بعضها في المنتصف، فدي كده جايه على اليمين فبصراحه ما كانتش عجباني احلى حاجه. لو انتوا بتعملوا المشروع دوت دلوقتي جربوا برضو اعملوها وشوفوا هيطلع شكلها حلو معاكم ولا لا وابعتوا لي النتيجه. يمكن حد يقدر ان هو يحط هنا طبقه الوان تدي الرسمه شكل احلى.
بعد كده بقى نيجي للفقرة الأقرب إلى قلبي، وهي فقرة اختيار الألوان. اللي أنا هعمله إن أنا هختار إما من الكيبورد وهاجي هنا كده وأرسم مجموعة مربعات. المربعات دي هتكون زي الريفرنس كولرز أو الألوان المرجعية أو الألوان اللي أنا هختارها أحطها في المربعات ديت. وكل أكواد الألوان زي ما قلنا هتلاقوها في الرابط الموجود تحت في صندوق الوصف. عملت بقى للمربع دوت كنترول سي كنترول في كتير جدا، ورصيت كده المربعات تحت بعضها. بعد كده هعلم عليهم هنا كده واشيل اللوك من على اللاير بتاعت ريفرنس واسحبهم واحطهم بقى في الريفرنس ديت اللاير بتاعت ريفرنس. واشيل الاي او هشيل العين من على الصورة عشان انا مش عايزة الصورة تكون ظاهرة عندي دلوقتي. بعد كده بقى هفتح موقع color hunt وفي السيرش هكون مختارة لون purple، وهضغط بقى على الكود بتاع اي لون هيتعمل لي كوبي للكود دوت. وبعد كده هرجع لإلستريتور مرة تانية، هختار المربع الاولاني، هضغط دبل كليك على الحتة بتاعة الفيل كولر وادوس كنترول في للكود بتاعي. هختار اللون اللي بعده زي ما انتم شايفين كده كوبي، وهطلع تاني واروح رايحة على المربع اللي بعده، ضغط دبل كليك في الحتة بتاعة الالوان واضغط كنترول في، هحط الكود الجديد بتاعي. هختار المربع اللي بعده كذلك برضو هفتح موقع color hunt مرة تانية، هختار اللون اللي بعده، مجرد ما اضغط عليه بيحصل له كوبي، وهختار هنا كده دبل كليك، اضغط كنترول في واضغط اوكي. كل اللي انا بعمله ان انا بنسخ الاكوان ديت وبرجع احطها مره تانية. كمان في الدرس بتاع النهارده دوت او في الفيديو التحدي بتاع النهارده دوت اوريكم ازاي اختيار الالوان بيفرق جدا جدا جدا. اختار بقى الباث بتاعي وبعدين اضغط الاي دروبر تول واروح اختار اللون اللي انا عايزاه. بعد كده هضغط الطبقه بتاعه المشروب اختار لها اللون البينك الفاتح دوت. وبعد كده القلب هختار له الدرجه اللي هي بتاعه الطبق، وزي ما انتم شايفين بعد كده هلون الطبقه اللي هي في ايد الفنجان ديت بس مش هتعجبني وهمسحها. هرجع بعد كده اظبط بقى حاجات في الطبق زي ما قلت لكم كده 100 عام من التظبيط، لان انا بحب الشغل بتاعي في الاخر يطلع يعني شكله حلو او متناسق او ابقى راضيه عنه يعني. فهظبط بالشكل دوت. حاسه ان الطبق والفنجان شكلهم مش احلى حاجه، فعماله بقى اظبط فيهم زي ما انا عايزه. اظبط كمان شويه في الطبقه بتاعه المشروب ديت، حتى القلب برضو مش هرحمه، وهقعد اظبط فيه وهقعد اصغره وامطه واكبره واجيبه كده على الشمال شويه لحد ما اوصل للشكل اللي عاجبني اكتر حاجه. بعد كده زي ما قلت لكم هقعد اعمل شويه تعديلات بقى على طبقه الالوان اللي في الايد بتاعه المشروب ديت لحد ما استقر في النهايه اساسا ان انا اعمل لها ديليت، لان هي مش عاجباني، وعاجبني ان الالوان كلها كده تبقى موجوده ورا بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبكده اكون وصلت للشكل النهائي اللي عجبني في الرسمه بتاعتي، هو الشكل اللي قدامكم دوت. وكالعاده هعمل اكسبورت للصوره بتاعتي بصيغه PNG وبخلفيه شفافه عشان لو عايزه استخدمها في حاجات مختلفه. طبعا تقدروا تعملوا اكسبورت او تستخرجوا او تصدروا الصوره ديت الصيغة اللي انتوا عايزينها حسب الاستخدام اللي هتستخدموه لها. وطبعا في درس كامل عن الاكسبورت بتاع الصور وكل صيغة بنقدر ان احنا نعمل بيها ايه، وكل صيغة نستخرجها ازاي من ادوبي الستريتور ومن برامج التصاميم المختلفة. جربت بقى ان انا استخدم باليتة الوان ودرجات الوان تانية من كولر هانت واغير الالوان اللي انا مستخدمها ديت في الرسمه بتاعه الفنجان. شوفوا الرسمه بتاعتي طلع شكلها عامل ازاي، طلع ليها روح مختلفه ورونق مختلف تماما. تحسوا ان الاولانيه ديت كده كانها فيها كده لمسه ورديه او لمسه نسائيه، او تحسوها مثلا لكافيه او مكان كده يتجمع فيه سيدات. انما الرسمه التانية بقى فيها كده روح شبابيه وروح عفويه بشكل مختلف تماما. كذلك برضو اكواد الالوان بتاعه الباليته التانية ديت هتلاقوها موجوده في الرابط اللي موجود تحت في صندوق الوصف. قولي في التعليقات انهي رسمة عجبتكم اكتر وانهي الوان عجبتكم اكتر، الاولانية ولا التانية اللي لونها درجاتها بينك، ولا اللي فيها درجات اصفر ولبني وكل الدرجات الحلوة ديت. وكمان ما تنسوش تشاركوني الرسومات بتاعتكم في رسائل الفيسبوك ورسائل انستجرام، هاخدها كلها وانشرها باساميكم في البوست على المدونة الخاص بالتحدي بتاعنا. ودي كانت كل حاجة لرسمة النهاردة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان توصلكم كل الفيديوهات الجاية. وكمان تتابعونا على المدونة فيسبوك تليجرام وانستجرام، هسيب لكم كل الروابط دي تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في فيديو جديد وتحدي جديد. دمتم بخير، باي باي.